دايما قلقانه من ضغط العين، ملوش اي اعراض. فده اللي كان مخلي الواحد تقريبا، انا كنت شبه اكتئاب يعني، خايفه افقد جزء من البصر، فدي كانت موتراني. بس الحمد لله، الحمد لله. حضرتك عرفينا بنفسك. أنا إيمان أمين إكرام، كنت بعاني من مشكلة جلوكوما مية زرقاء. قعدت أروح لكذا دكتور يعني وأبتدي أشوف. كان قالوا لي 3 إجراءات علاجية. الأول الدوائية، فكنت بتابع مجال إبصار وتخطيط بصري. أخدت القطرات بتاع ضغط العين، فابتدت تعمل لي إكزيما وحساسية في عينيا، فابتدينا نقلل. ما كانش برضو، كان دايما الضغط بيعلى. فجيت للدكتور هشام غريب، فاقترح عليا ان انا اعمل الميه البيضاء عشان نخف ضغط عن الميه الزرقاء. والحمد لله كانت عمليه زي الفل، نجحت والضغط بقى مظبوط. العملية كانت سهلة ولا صعبة وخدنا وقت قد ايه؟ لا، عمليه كانت يعني الحمد لله من كرم ربنا، يعني كانت بسيطه جدا. حتى يعني ما حسيتش ان انا عامله عمليه اصلا يعني. وبعد 15 يوم او 20 يوم عملت الثانيه، والثانيه كانت بالنسبه لي اسهل من الاولانيه. كنت خدت بقى عن الاجراءات، ما كنتش خايفه زي اول مره. ودلوقتي بشكر دكتور هشام كتير انه وصلت للحاله دي. على الاقل انا نفسيا ارتحت، لان كنت دايما قلقانه من ضغط العين، ملوش اي اعراض. فده اللي كان مخلي الواحد تقريبا، انا كنت شبه اكتئاب يعني، خايفه افقد جزء من البصر، فدي كانت موتراني. بس الحمد لله، الحمد لله. دلوقتي النظر اخباره ايه؟ بناخد علاج ولا لا؟ لا، انا ما باخدش دلوقتي اي قطرات غير القطرات اللي هي ملطفه للعين. لا، النظر طبعا بقى الحمد لله من فضل ربنا يعني زي الفل. في اي حاجة حضرتك تحبي تضيفيها؟ أضيفها طبعا، أشكر دكتور هشام والمركز دنيا العيون. حقيقي الستاف كله ممتاز بإدارة طبعا دكتور هشام. شكرا جزيلا حضرتك، تسلمي، شكرا لك.